بابا جالك يا رحمة أكيد عاوز يشكرك على موقفك النبيل ده معانا، بس في الحقيقة احنا مش هنقبل أبدا إنك تعملي التضحية دي علشاننا. ومين قال إنها تضحية؟ بقى تتجوزي واحد في سني ويمكن أكبر وما تبقاش تضحية. محدش غصبني، أنا اللي عاوزة كده. معقول في بنت في سنك تقبل تتجوز عم صادق؟ ما تخافش يا فاضل، كل الحكاية إن رحمة اتحمست من كلام خاطر، وهي دلوقتي بتراجع نفسها. ممكن تسيبنا لوحدنا شوية؟ رحمة، أنا عاوز أقول لك حاجة قبل ما أخرج. صحيح صادق خدمني، لكن أنا كمان خدمته وزرعت له أرضه، وبكده نبقى خالصين. مانيش مديون له بأي حاجة علشان تفكري إنك تسدديها عني. كبرت يا رحمة، كبرت بأسرع مما كنت أتصور، وكل اللي بيشوفك عاوز يتجوزك. الدكتور نادر حفي علشانك، ولما رفضتيه راح لصاحبتك ومأمون، حتى عم صادق. على فكرة أنا وأنا في سنك ما تقدمليش عرسان بالشكل ده. ده مش معناها إن أنا ما كنتش جميلة، لا بالعكس، بس ظروف بابا في أيامه الأخيرة وخسارته في البورصة خلت الناس اللي طمعانين في مالنا بعدوا عننا. واحد بس ما كانش طمعان في مالك، هو بابا. طول عمره راجل شهم. أنا إيه اللي فكرني بالحكاية دي؟ ولما عرفتي إنه هيقف جنب والدك ويسدد ديون وافقتي تتجوزيه. بابا أياميها كان في عز شبابه وألف بنت تتمناه. لا يا رحمة، اوعي تربطي بين موقف بابا واللي بيعمله صادق. لا، الفرق كبير كبير في كل حاجة. ليه عاوزة تحرميني من تضحية انتي عملتيها قبل كده؟ كده تبقي فاهمة الموقف غلط خالص، لأن أبوكي عمره ما شافني قبل ما يتقدم لي، وما كانش يعرف عن موقف بابا أي حاجة. لكن قبل الخطوبة والدي صرح له بحقيقة مركزه المالي، ففاضل هو اللي عرض عليه المساعدة. لكن موقف صادق حاجة تانية. النتيجة واحدة. لا يا رحمة، جوازي من أبوكي ما كانش فيه أي تضحية، لأنه كان شاب غني ومتعلم. طب ظروفك انتي كانت كده، اللي تقدم لك شاب غني متعلم شاب، لكن ظروفي أنا غير كده. الشاب متعلم شاب ما قدرش يتقدم لي لأنه ما قدرش يخلف أبوه، لكن اللي قدر هو عم صادق، وهو شهم وغني. لكن عجوز. ما تفرقش كتير. انتي مش قلتيلي ان الجواز يعني واحد يحبك ويتقدم لك في النور؟ وهو ده اللي عمله عم صادق. مين غيره قدر يعمل ده كله في وسط الظروف اللي احنا فيها؟ مين؟ انت اعصابك تعبانه يا حبيبتي. تعالي دلوقتي ارتاحي وبعدين نتكلم في الموضوع ده. عرفتي اللي عمله بابا في رحمه؟ بس وطي صوتك لحسن ده جه وقعد في الصاله. ويصح انه يجرح الناس بالشكل ده؟ ارجوك يا مأمون خلي النهارده يعدي على خير بقى. علشان خطوبتك ما تخافيش، كل حاجه ماشيه زي ما نادر عايز بالظبط، والخطوبه هتتم بكره في ميعادها، ومش بعيد يقنع بابا انه يعمل كتب كتاب والدخله كمان. كل واحد في البيت ده بيعمل اللي هو عاوزه الا انا. اخصى عليك يا مأمون، بقى فكرك اني فرحانه علشان خطوبتي ومش زعلانه علشانك؟ كذب، مفيش حد بيحبني هنا ابدا، ولا حتى انا ولا اي حد، انت فاهمه؟ ولا اي حد. مش عاوز اشوف حد خالص، اطلعي بره، مش عاوز اشوف حد خالص، اطلعي بره، مش عاوز اشوف حد، مش عاوز اشوف حد.
سعادات، سعادات، تعالي تعالي اسمعي اللي بيقولوا مشاوير. خير، في ايه؟ قول لها اللي سمعته يا واد يا مشاوير. صاحب الارض اللي بيزرعها سي فاضل هو اللي هيتجوز الست رحمه. قول لها الراجل ده قد ايه؟ قد جناب العمده ويمكن اكبر شويه. شايفه؟ شايفه يا سعادات تقيه وعمايلها؟ ترمي الورده المفتحه دي في النار وبايديها. بقى لو كانوا عايشين معايا كان ممكن ده يحصل. هتعرف ظروفهم ايه؟ مش يمكن اتغصبوا على الجوازه دي؟ عايزاني اسيب المهزله دي تحصل واني قاعد حاطط ايدي على خدي؟ لا، وده مشاوير. اوامرك يا جناب العمده. نفذ اللي اتفقنا عليه يا ولا. دلوقتي بالنهار كده؟ غبي، بس شاطر تعمل لنفسك يا فندي. ما هو الافنديه هم بس اللي بيستوثقوا من الحاجه قبل ما يعملوه. واستوثقت يا اخويا. ايوه، هنفذ اللي قلت لي عليه واطمنك. السلام عليكم. هتعمل ايه يا عمده؟ هفركش الجوازه دي. ما هو لا يمكن رحمه تتجوز الراجل الغيتت اللي اسمه صادق ده ابدا ابدا. تقية، روحي هاتي العشاء الرحمة. رحمة، اقعدي يا بنتي. الله ينور عليك يا اسطى. كفايه كده بقى النهارده، والصبح بمشيئه الله نكمل. اتفضل. شكرين يا حاج. سلام. الله، انت دخلت امتى؟ لسه حالا دلوقتي، بس حضرتك ما خدتش بالك. ها، عايز حاجه؟ لا ابدا، بس والله كان ممكن الخطوبه تتعمل النهارده. انا احب كل حاجه تاخد حقها. النهارده الكهرباء، بكره الكراسي والبوفيه. لكن انت جاي من ايه؟ من المستشفى. لو الاقي طريقه اعرف بيها ان كان صادق راح لرحمه ولا لا. دكتور نادر سرحان في ايه؟ لا ابدا، بس وانا مروح قلت اعدي عليكم يمكن تحتاجوا حاجه. تصبح على خير. وانت من اهل. على السلامه. الله يسلمك. هو اخوك ما خرجش من اوضته النهارده خالص؟ لا يا بابا، ده قافل على نفسه الباب من الصبح. هو هيغضب راخر زي البنات؟ انا ما عملتش كده الا علشان مصلحته. انت مظلم الدنيا كده ليه؟ ما قلت كنت نمت.